يا عزيزي الهلالابي، التشكيلة اللي أمامك دي في الشوط الأول أخذت 2-0، وفي الشوط الثاني الجماعة تموا الباقي، النتيجة بقت 3-1. حصل في مباراة اليوم أمام موكورو، الهلال يتهزم أمام فريق موكورو في الدوري الرواندي بنتيجة 3-1. هنتحدث عن الكلام ده وحنتحدث عن الاستهتار وحنتحدث عن أشياء كثيرة، لكن قبل نتحدث أعمل شير وأعمل لايك، وإذا ما متابعنا في اليوتيوب مش تابعنا في اليوتيوب. طيب يا عزيزي، قبل 3 يوم المدرب صرح قال يا أخي نحن ما حنلعب المباراة المقبلة في الدوري الرواندي إذا برمجوها بلمسة. الناس اتحدثت عن تصريحاته وقال يا أخي والله إنه معه حق، إن المدرب ده من ناحية إنسانية لعيبة صايمين معه حق صرح التصريحات دي، كان غاضب من النتيجة وعوامل كثيرة الناس اتحدثت عنها. وحتى لو الهلال ذاته انتصر قالوا الناس الدنيا رمضان مفروض اللعيبة دي يلعبوا بالمساء طالما كل العوامل متوفرة. والمدرب قال أنا ما بلعب. مثل المدرب استبعد 10 لعيبة أساسيين في فريق الهلال، قال ديل عندهم شغل خاص. يعني بالواضح كده إنه المدرب ده ما عايزون يشاركوا في المباراة دي، وعايز يشارك بالعدد ده اللعيبة التانيين ديل عشان يكون عنده مبرر إذا حصلت الهزيمة. وأنا في رأيي الشخصي التشكيلة اللي دخلت المباراة دي يعتبر كلها أساسية، ما فيها لاعب ما أساسي إلا فوفانا ده ما قاعد يشارك وطول له زمن كبير ما شارك، لكن اللعيبة ده كلهم شاركوا. جيت لطيب عبد الرازق كان مشارك في بورسودان، يعني من ناحية فنية من ناحية بدنية كلهم جاهزين، لكن للأسف الشديد اتهزمت بالثلاثة. أنا في رأيي الشخصي ما بقول لك الموضوع ده فني ولا بقول لك الموضوع ده نفسه، لا، أنا بقول لك لما أنت مدرب كبير زي ريجيكام تصرح بالتصريح ده معناه أنت بتقول للعيبة تهزموا، وكونك تستبعد 10 لعيبة معناه يا أخي والله نحن عايزين نتهزم، ما فارق معنا اللي بيحصل يحصل. والشغل ده حصل من مباراة المريخ اللي تهزمنا فيها ب2. المدرب دخل بتشكيلة تدوير وقلنا يا أخي والله اللعيبة مرهقين عشان خايف من الإصابات، مشيناها بدل التشكيلة المختلفة دي، قلنا دي استهتار وعدم احترام المريخ. بعديها في تصريحات بيومين يتكلم قال يا والله يا أخي الهلال أقوى من فرق الدوري الرواندي دي كلها، ومفروض الدوري الرواندي يلعبوا بجدية. اليوم لعبوا لك بجدية، قبول عادلته بس اتهزمت بالثلاثة 3-1، ما 1-0 ولا 2-0، 3-1. ده أنا في رأيي الشخصي ده استهتار بس من المدرب وعدم جدية ومسؤولية من اللعيبة. الإدارة أنا شايفة لازم يكون عندها قرارات حاسمة لحظة الإخفاق ولحظة الفوز. طالما أنا قاعد أحفزك لما تفوز أخصم منك لما تخسر، ما فيها مجاملة. مدرب ذاته يتحاسب، اللعيبة يتحاسب، وكل لاعب قصر يتحاسب. حكاية إنه رمضان وما رمضان مشينا لكم المباراة الأولى، هسه حاليا أنت عندك 6 لعيبة صايمين، 5 لعيبة فاطرين، وعندك إمكانية لعب ممكن 10 فاطرين. عندك إمكانية دي في لعيبة كنت خاتيهم في الكنبة، وعندك زي بيتروس دي استبعدته، وانت لما قاعد تشركوا ما قاعد تشركوا لنا في الوسط، قاعد تشركوا في الدفاع. في المباراة دي مستبعده. انت مفروض تتحدث عن اعداد وجاهزية لمباراة نهضة البركان. مفروض يكون عندك وسط ملعب ثابت، وسط الملعب دي يلعب كل المباريات دي عشان تكون جاهز، لانه عندك صلاح عادل حتفقده في نهضة البركان. دي حاجة بنجامل فيه حكاية يا اخو والله رمضان وما رمضان، لا كلام زي ده ما في. انت قلت يا اخو والله انا منسحب، خلاص انسحب، مش انت ابقى قدر كلمتك دي، لكن كونك انت تشارك وتتهزم ده خير من الانسحاب. انا في رايي الشخصي ما انت لو انسحبت هيدوك 3-0، هسه انت ادوك 3-1 ولعبت، وبعد ده يعني ارهقت لعيبتك. انا ضد الانسحاب، لكن انا التصريحات كإنسانية معاك فيها. الان انت حاليا بتتهزم في الدوري الرواندي، طرف صيام وما صيام ده انا شايفه مبرر انت وشماعة خطيتها للعيبة. في مشاكل فنية واضحة، في اخطاء واضحه ما عندها علاقه بالصيام ولا عندها علاقه اخطاء واضحه في وسط الملعب كارثيه قاعده تحصل. واليوم المباراه دي لو كانت مبسوسه او كانت مشاهده كان حنعرف المشاكل وين. واضحه دي ما دار الا 2-3، في مشاكل، عندك مشاكل، وعندك مباراه مهمه امام نهضه البركان. نحن الان بننتقد من اجل الاصلاح، ولا قاعدين نغاري نفسنا بلعبه الدوري الرواندي صراحه ولا الفرقه الروانديه. لكن نحن لما انت تخسر في الدوري الرواندي وانت بيشارك في البطوله الافريقيه ده ناقص خطر. لازم اللعيبه يكونوا قدر التحدي وقدر المسؤوليه، والاخفق يتعاقب، مدرب لاعب يتعاقب. في مشاكل واضحه المدرب عملت فيها شنو. عندك انانيه واضحه في المباراه اللي فاتت شفناها، والسنه متاكد في المباراه حيكون في انانيه. مشكلتكم مع صنداي ده شنو؟ اللاعب ده ما عاجبكم، اللاعب ده حاسس انه اكبر منكم، الحاصل شنو بالضبط؟ المشكله دي اذا ما تعالجت صدقني حنخرج بنتائج كارثيه. عندك مباراتين امام نهضة البركان، ذهاب واياب، حتتهزم ذهاب واياب بسبب الانانيه، بسبب الاخطاء في وسط الملعب. لابد من معالجتها. تعالج لي مشكله الانانيه دي وعدم التعاون. تعادل تتكلم مع اللعيبه قول له يا زول ما دارك تجيب جول، انت لو جبت جول بخصم منك. تباصي لفلان ده العالم ده في لعيبه بيحسبوا المباراه تيم بيلعب عشان يخدم اللاعب ده،
عندك زي كريستيانو ده، اي لاعب جاته فرصه شايفه كريستيانو في وضع افضل بيباصيها له لانه عارفه لاعب حاسم. عندك لاعب زي صنداي ده لاعب حاسم، ليه انت ما بتباصيله؟ انت عندك نتيجه 50% او 60% وصنداي عنده 80%، باصل 80%. ده الكلام اللي انا شايفه، والانانيه دي لازم تتعالج، ومشاكل وسط الملعب لازم تتعالج. انا ما زعلان عشان انه والله اتهزمنا من كورو، ممكن ننتصر لكن اكل نفس المشاكل يبقى ما في فايده. نحن عايزين نتهزم ونعالج المشاكل، او ننتصر ونكون عالجنا المشاكل. مشاكل واضحه عندنا، نحن حاليا ما عايزين نهاجم اللعيبه ولا عايزين نهاجم المدرب، لكن عايزين برواقه كده تحلوا الموضوع ده وتشوفوا الحاصل شنو. مدرب يقعد ويجلس مع لعيبته ويجلس مع فريقه ويعالج مشاكله. خلينا من مشاكل الحراره، وخلينا من مشاكل الدوري الرواندي، فرق ضعيفه وفرق وين يجيب لك عداوات ويجيب لك كلام فاضي. الشيء اللي نحن شايفينه ده بيدق ناقوس الخطر، وخطر ماشي. ما عايز اتكلم كتير. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.